السلام عليكم. تعالوا اليوم نسوي أسهل وألذ وصفة قرنابيط ممكن تجربوها، مناسبة أنه تكون ريوق أو غدا خفيف أو عشاء خفيف، وكذلك مناسبة لأهل الرجيم لأنه تحتوي على سعرات حرارية قليلة. تابعوا الفيديو للأخير حتى تحصلون على نفس النتائج، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك. نحتاج راس قرنابيط وسط أو كبير، نشيل الجزء الوسط من عنده بهاي الطريقة، وبعدين نحاول انه نقطع الى قطع متساوية الحجم، لا تكون كلش كبيرة ولا صغيرة، حتى كل القطع تستوي بنفس المقدار. ورا ما قطعناه نغسل القرنابيط بالمي بشكل جيد ونحطه على جهة حتى يوشل المي مالته. راح احتاج هنا بصلة متوسطة، فلفلاية حمراء، فلفلاية خضراء، فلفلاية برتقالي. هاي إذا ما عندكم برتقالي ممكن تستعملون 2 حمرة، أو إذا عندكم حجم أكبر ممكن تستعيضون عنها بقطعة واحدة. ثرم البصل ثرم ناعم بهالطريقة، وثرمت الثوم كذلك بطريقة ناعمة حطيته فوق البصل. وراح أبدي أثرم الفلفل البارد الملون، هنا أنا بديت بالفلفلاية هاي، كذلك راح أثرمها شرائح تكون ناعمة. كذلك ثرمنا الفلفل الأحمر شرائح رفيعة، وهسه نثرم الفلفل الأخضر بنفس الطريقة. هنا خليت تقريبا 4 ملاعق أكل زيت، وخليت البصل والثوم، وفوقها شوية رشة ملح حتى يذبل البصل بسرعة، ونقلبها لحد ما يذبل. بعد أن ذبل الثوم والبصل هسه نضيف الفلفل الملون ونقلب. البهارات اللي راح استعملها هي ملعقة كوب بابريكا، ملعقة كوب فلفل اسود، ملعقة كوب كركم، ربع ملعقة كوب فلفل مجروش، ملعقة كوب بودرة البصل. وهنا أنا حبيت أضيف نص ملعقة كوب كمون، ونص ملعقة كوب فلفل أبيض، وهاي 2 اختيارية. نضيفها فوق الخليط ونظل نقلب بيها لحد ما تنحمز ويا الخضرة. راح أكتب لكم كل التفاصيل بصندوق الوصف في حالة ردوا ترجعون إلى التفاصيل. نقلب الخليط تقريبا دقيقة، وبعدين نضيف عليه القرنابيط، نضيف رشة خفيفة من الملح حتى يذبل القرنابيط، ونقلبه شوية على كيفنا، وبعدين نسد الغطاء حتى يبدي يذبل القرنابيط. وعادي إذا ما انخلطت المكونات كلها هسه، لأنه بعدين راح يذبل ونقدر نخلطه براحتنا. بعد دقيقتين 3 تقريبا نرد نقلب القرنابيط مرة ثانية حتى ياخذ التتبيلة والطعم مال البهارات والخضرة، ونغطيه مرة ثانية، وما راح نحتاج نضيف له أي ماي لأنه هو على البخار راح يستوي القرنابيط شوية شوية. ونرد نرجع بعد دقيقتين كذلك نقلبه ونشوف انه دا يذبل مرة بعد مرة. بعد تقريبا 3 مرات من التقليب راح نشوف انه القرنبيط بدأ يستوي عندي، فبهاي الحالة بعد ما نحتاج انه نغطيه حتى ما نريده ينمرد اثناء التقليب ويصير يستوي زايد عن اللزوم.
فنبدي نكشفه من الغطاء، وإذا احتاج إنه نحط له شوية زيت إضافي ممكن إنه نحط له، وراح يبدي هسه يتحمر على النار. بعد أن حمصناه وتقلى هيجي على النار شوية السريع، صار جاهز للتقديم. ممكن تضيفون عليه معدنوس مثروم، ومثل ما تشوفون صح هي أكلة بسيطة وسهلة، بس كلش طيبة وتنفع انه تنأكل بأوقات مختلفة. طبعا شوفوا القرنبيط هنا شلون متحمر وماخذ لون حلو. إذا تريدون بهاي المرحلة ممكن تضيفون بيض مخفوق، وتكون أيضا يضيف قيمة غذائية وبروتين إضافي للأكلة. إن شاء الله يكون عجبكم، وجريتكم تجربون هاي الطريقة وتعطوني رأيكم بيها وكتبولي بالتعليقات. شكرا للمتابعة، وفي أمان الله.